اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين بعد انتشار خبر زواج الفنانة المغربية ابتسام تيسكيت من الإعلامي والممثل مراد العشابي في حفل بسيط ومفاجئ صدم جمهور النجمين. الصور التي تم تداولها على نطاق واسع أظهرت تيسكيت والعشابي بملابس تقليدية مغربية وسط أجواء رومانسية أثارت جدلا واسعا وتساؤلات حول ما إذا كان الزواج فعلا رسميا أم مجرد عمل فني مشترك لم يتم الكشف عنه بعد. وفي سياق منفصل عاد الإعلامي المثير للجدل طالوني إلى الواجهة بتصريحات نارية ضد الفنانة دنيا باطمة، حيث هاجمها بشكل مباشر ووصفها ببنت الشوارع وقليلة الترابي في خرجة إعلامية أثارت موجة من الانتقادات والتفاعلات. التصريحات جاءت بعد مقابلة لدنيا باطمة تحدثت فيها عن قضايا شخصية ومهنية يبدو أنها لم ترق لطالوني. الجمهور منقسم بين من يرى أن من يحدث مجرد شو إعلامي وبين من يعتبر أن هناك أحداثا حقيقيا تطبخ خلف الكواليس.